بدون عجين مورق وبطريقة سهلة ومختصرة غادي نصايبو شنيك كيجي بحال اللي كنشريو على برا تماما. مورق هشيش لذيذ ما تشبعوش منه. غنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال الخميرة، فاني وقبيصة ديال الملح، واحد كيس ديال خميرة الحلويات، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، بياض بيض والصفار نحتفظوا به. وغادي نعجنوه بالحليب اللي دافي شوية، العجينة تكون رطبة وندلكوها مزيان. نغطيوها ونخليوها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها 3 ديال المرات. ملي كتختمر كنفرغ منها الهواء، كنقسمها 6 ديال الكريات يكونوا كاملين نفس القياس. كنسرح كريات تكون هكا غير شويه، مش ما تسرحوهاش تكون رقيقه. كناخذ الزبده مارغرين تكون خاصه بالطريق، كنحكها وكنقسمها 6 ديال الحصص، وكنبدا ندير طبقه ديال العجين وطبقه ديال الزبده. كنسرحها هكا كامله بالمدلك على شكل طولي، حاولوا تعطيوها شكل طولي، وكنطويها على هذا الشكل هذا. كنغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق باش يسهل عليا انني نسرحها. كنسرحها على شكل مستطيل اولا مربع، نحيد دوك الزوائد اللي كيكونوا ما مقادينش. كندهن بالكريم باتيسري، وكندير واحد شوية ديال الزبيب، وندير شوية ديال بيبي شوكولا، وكنبدا نلفها بالطريقة العادية ديال الشنيك. وبقاو تزيرو حتى كتوصلوا للطرف الأخير. سدوا مزيان دوك الأطراف باش ما يتحلوش ليكم في الطياب، ومن بعد كتبداو تقطعوا هكا بالخيط. ما تكبروهمش بزاف حيت مازال غادي تزاد الحجم ديالهم في الفران. نخليوهم يختمروا واحد 10 حتى 15 دقيقة، وندهنهم بصفار البيض. نطيبهم في الفران. ملي كيخرجوا كندهنهم بشوية ديال النباج ولا زينهم على حسب الرغبة. وبالصحة والراحة كيجيو مورقين هشاش لذاذ ما تشبعوش منهم. ما تنساوش كي ديما تخليو لي لايك للفيديو.